إلينا مجدي حمدان عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين المصري من القاهرة. أهلا بك معايا أستاذ مجدي، نورتني. خلينا نبدأ من أول سؤال الحقيقة بيخطر في بال السادة المشاهدين المتابعين لملف المحليات. بيقولوا كويس ومبروك خطوة جادة أن يتم مناقشة ملف المحليات في الحوار الوطني، لكن لماذا تأخر ظهور قانون المحليات ولماذا يقبع تحت سقف البرلمان بقى من 2015 حتى الآن؟ آخر محليات تابعناها، آخر انتخابات تابعناها في 2008. هل اللجنة، هل النقاش عارف لنا إيه السبب؟ طيب أنا بس في دقيقة واحدة عايز أعلق على حوار دم ما بين حضرتك وبين عبد المنعم إمام صديقي. يعني اتفضل. حضرتك قلت له هل الوضع تغير بعد الحوار الوطني؟ أنا بقول لحضرتك أنا عندي منع من دخول التلفزيون المصري ومدينة الإنتاج الإعلامي بقاله 7 سنين. نعم. فلو لقيتيني بكرة موجود في الاثنين تعرفي إن حصل تغيير في الدولة. لكن خليني نعم. أرجع للسؤال اللي حضرتك طرحتيه في الأول، ما هي المعوقات اللي عاقت وجود محليات من قبل؟ يعني من 2008 لغايه دلوقتي كان في قانون صدر 2216 لسنه 2011 كان بيقول ان المحليات بالتعيين، وتم اعتماد هذا الامر حتى الان. لكن المعوقات هو كان في تعلل بان في جزئيتين، الجزئيه الاوليه مختصه بالتمويل والجزئيه الثانيه مختصه بالامن او الامن القومي في حاله السيوله التي اتت بعد 30 يونيو. بالنسبة للجزء الخاص بالتمويل كان يقال أن هناك حوالي 60,000 عضو مجلس محلي سيتم انتخابهم، وده هيمثل ضغط على ميزانية الدولة من أموال الدعاية وأيضا كمان المكافآت التي يتحصل عليها أعضاء المجالس سواء محافظة أو مدينة أو مركز. الجزء الآخر مختص بالأمن كان يقول أن انتخابات المحليات ستكون انتخابات